الآن سيداتي آنساتي سادتي مشاهدينا الكرام، مقابلة مع اللاعب يوسف مطلق هداف فريق الاتحاد. أهلا وسهلا بك كابتن يوسف. مباراة كبيرة لهذه المباراة، وأنت تقابل فريق التحدي، فريق يعني الحصان الأسود لهذه البطولة، ولكن فريق الاتحاد فريق متعود على النهائيات، يعني فريق يملك يعني دعم مالي من رئيس أستاذ محمد، ايضا يعني لديكم خبره، لاعبين على اعلى مستوى. لو تخبرني يعني عن التجهيزات قبل المباراه لهذه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافيه. اول شيء احنا بقوله انه الله يوفق الفريقين، ثاني شيء الحمد لله احنا مجهزين حالنا وفي عندنا غيابات خفيفه، بس ان شاء الله ما تاثر على فريقنا. فريق يعني ما يعتمد على لاعب واحد، ايد واحده ما تصفق ان شاء الله، واحنا كلنا الحمد لله راح نكون مع بعض ان شاء الله، تطلع مباراه حلوه بغض النظر عن النتيجه، مين يفوز كلنا عم نلعب يعني مباراه حلوه، اهم شيء تطلع ونرضي الجمهور والفريقين، وان شاء الله الله يوفق الجميع ان شاء الله. بس تخبرني عن الغيابات، مين عندكم؟ عندنا محمد الشهيدي مصاب مطرود بكرت احمر من لعبه النصف النهائي، وعندنا محمود راح على سوريا. نعم بس ان شاء الله ان شاء الله في عندي سؤال بسيط، يعني اليوم يعني انت لاعب جناح ايسر، تكون هداف الفريق، يعني لست بالمهاجم الصريح صراحه، يعني هل هذا في تكتيك للمدرب ام انت يعني ما شاء الله تملك رجل يسرى قويه ما شاء الله تبارك الله؟ يعني اين المهاجم من نادي الاتحاد؟ يعني اليوم انت جناح ايسر تكون هداف الفريق، اين المهاجم؟ ام هو تعاون؟ الحمد لله احنا مثل ما قلت لك ايد وحده، والكابتن علاء غلطه بالفريق الاتحاد كله هدافين. نعم. يعني بغض النظر مين الهداف ما يعين حدا. والحمد لله اني مباراتي مع الامويين الماضيه جبت 6 اهداف اللي خلتني اوصل لهالمرحله. نعم. طبعا كابتن يوسف، مباراه الامويين تختلف اكيد. وبصراحه سؤال اخير، حارس فريق التحدي محمود خشان هل يسبب لك قلق؟ طبعا اقل ما يوصف كابتن يعني محمود انه عملاق دوري المغتربين، يعني أكيد صراحه حارس وصل لهالمرحله وفريق وصل لهالمرحله، اجباري بدي يخلي بقلبي وقلب اي فريق ثاني. نعم. يعني شوي تردد وخوف يعني. شكرا لك. الحمد لله يعني شكرا لك كابتن يوسف، بالتوفيق لفريق الاتحاد.